السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ حبيت اعمل فيديو النهاردة ده عشان اوضح لكم ايه هي توزيع درجات الامتحان. وتوزيع الدرجات اللي هقوله ده هو حسب الامتحان القديم، يعني مش البوكلت اللي اتعمل في 2017. البوكلت عشان تبقوا فاهمينه هو كان عبارة عن 45 سؤال، بيبقى فيه اسئلة عليها درجة واسئلة مقالية عليها درجتين. يعني ممكن تقابل في سكتك كده سؤال عليه درجة واحدة، ممكن مثلا يبقى تشوز، ممكن يبقى scientific term اللي هي الحاجات البسيطة دي بيبقى عليها درجة. ممكن تقابل سؤال درجتين، مثلا compare او give reason او كده، يعني بيبقى الأسئلة اللي فيها كتابة كتير بيبقى عليها درجتين. وبيبقى في البوكلت فيه طبعا اختياري، بيبقى الاختياري في السؤال ذات نفسه. بمعنى انت عندك 45 سؤال، ممكن مثلا تيجي عند السؤال رقم 3 هيقولك اختار ما بين A او B، يعني هتحل A او B. تيجي عند السؤال رقم 10 هيقولك اختار ما بين A او B، يبقى تحل واحد ما بينهم بس. وبعد ما تخلص إجابة كل الأسئلة وتراجعها تاني وتراجع اللي انت حله، لو فضى معاك شوية وقت ممكن تحل الأسئلة الاختياري كمان. لكن اوعى 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 يكون قايل لك حل A او B وانت شايف ان الاتنين انت عارفهم تقوم انت عاملهم. لا، ده غلط. ليه؟ لان ده هياخد منك وقت. ده غير ان لما هياخد منك وقت السؤال الاختياري اللي انت حليته ده ما انت مش هتاخد عليه درجات اساسا لان هو اختياري. فيبقى كده هو نجح، اللي حاطط الامتحان نجح في ايه؟ ان هو يضيع لك الوقت بتاعك. بالتالي هتيجي الوقت يخلص وهتلاقي نفسك انت ما حلتش بقيه الامتحان اللي المفروض تحله اساسا، الاجباري المفروض تحله انت ما حليتوش لان انت كنت مشغول انك تحل الاختياري. علشان كده هو البوكلت كان عبارة عن 45 سؤال، بيبقى فيه أسئلة الاختياري. انت بتشوف نفسك ايه اكتر سؤال اللي هو بإذن الله ده الدرجة النهائية هتاخده عليه، هو ده اللي تحله. تحل الامتحان كله، خلصت الامتحان كله تراجع عليه مرة كمان، راجعت عليه مرة كمان ولقيت نفسك فاضي وقاعد فري كده وفاضي، خلاص حل الاختياري مفيش مشكلة. لكن اوعى 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 تحل الاختياري في اول الوقت خالص لانه هيسحب منك وقت جامد. ده بالنسبه للبوكلت. لكن الامتحان القديم برضو انا قلت لكم البوكلت اهو، واقول لكم الامتحان القديم لان الله اعلم الوزاره ناويه تعمل ايه سنه 2018. ما حدش عارف البوكلت هيستمر او الامتحان القديم هيرجع تاني او ممكن يطلعوا لنا بنظام تالت، يعني ما حدش يعرف. فانا قلت لكم البوكلت وهقول لكم دلوقتي النظام القديم. النظام القديم عشان تبقوا عارفينه هو كان عباره عن 5 اسئله. يعني ايه 5 اسئله؟ 5 اسئله بيتفرع منها كذا سؤال. يعني ايه الكلام ده؟ هما 5 اسئله. هتيجي عند السؤال الاول هتلاقيه متقسم A B C. A هتلاقي منها فيها 5 اسئله، B 5 اسئله كمان، C ممكن يكون سؤالين عليهم درجات كبيره، وهكذا يعني، بحيث يصبح مجموع الاسئله اللي جوه يبقى مجموعه كبير يعني. فهم عباره عن 5 اسئله رئيسيه، كل سؤال بيتفرع منهم اسئله فرعيه، وانت مطلوب منك انك تحل 4 اسئله بس. طبعا انتوا اكيد فاهمين النظام القديم يعني. تمام. ال5 اسئله دول كان كل سؤال عليه 15 درجه، كل سؤال من ال5 اسئله عليه 15 درجه، بحيث هتضرب 5 اسئله في ال15 درجه يديك 75 درجه. ايه ده ثانيه واحده، المفروض ان الامتحان من 60، ايه 75 اللي طلعت لنا دي؟ ايوه، ما انا قلت لك من الصبح انت مش هتحل ال5 اسئله، انت هتحل 4 اسئله بس. بالتالي لما تضرب 4 في 15 هيديك ال60 درجه. يعني الخلاصه ان الامتحان بيبقى فيه 15 درجه اختياري. اي امتحان لازم يبقى فيه 15 درجه اختياري، ده اي امتحان في الدنيا يعني. اي امتحان علمي يعني اللي هي كيمياء فيزياء احياء كده، يعني بيبقى من 60 و15 درجه اختياري. طيب تمام. قدامك اهو ده جدول محطوط فيه توزيع الدرجات. وطبعا للنظرة الاولى كده هتلاقي ان شابتر 5 اللي هو الاورجانيك كيمستري ده الزعيم الليلة كلها، هو ده البرنس، هو ده الزعيم، عليه لوحده 29 درجة طبعا من 75. ما انا فهمتك خلاص، انت 75 درجة هتحل منهم 60 درجة بس وفي 15 درجة اختياري. فعشان كده يا شباب انا بقول لكم ان الاورجانيك كيمستري دي مهمه جدا جدا جدا، دي اهم شابتر في المنهج كله، عليه لوحده 29 درجه من 75. وخلي بالك ان هو من 60 عليه 25 درجه، يعني 29 درجه من 75 ومن 60 عليه 25 درجه. فمهم جدا جدا الاورجانيك كيمستري دي. بسم الله، تعالى نشوف كده شابتر 1 بيقول ايه. شابتر 1 اللي هو ترانزيشن اليمنت، لو جيت عند الريممبرنج اللي هو التذكر عليه درجة ونص. بالنسبة لأسئلة الاندرستاندينج اللي هو الفهم عليه 4 درجات، الابلاينج التطبيق 4 درجات، الهاي ليفلز المستويات العليا اللي هي بتبقى أسئلة المستويات العليا الناس الدحيحة بقى هم دول بقى يجوا هنا بقى
عليهم درجتين، بالتالي يصبح مجموع الدرجات كلها 11.5 درجة. ده شابتر 1 عليه 11.5 درجة، بيمثل 15% من الامتحان. لو جيت عن شابتر 2 الكيميكال اناليسيز، عليها في الريمبرنج التذكر درجة ونص، اندرستاندينج الفهم 3.5، الابلاينج التطبيق 3.5، والهاي ليفلز المستويات العليا الناس الدحيحة برضو اهو درجتين، والتوتال ديجري الدرجة الكلية 10 درجات ونص. بالتالي البرسنتج بتاعته هتبقى 14%. تمام. جينا عند شابتر 3 الكيميكال ايكوليبريم، عليه كام؟ عليه 1.5 تذكر، عليه 4 في الفهم، عليه 4 في التطبيق، عليه 2.5 في المستويات العليا. بالتالي المجموع كله 12 درجة، فبيمثل كام؟ بيمثل 16%. شابتر 4 الكتروكيمستري، 1.5 تذكر، 4 فهم، 4 تطبيق، 2.5 مستويات عليا، 12 درجة كلية، يعني 16% برضو من الامتحان. خلاص كده. جينا لشابتر 5 الاورجانيك كيمستري، هي دي صاحبة الليلة كلها. التذكر عليه 4، الفهم 9.5، التطبيق 9.5، مستويات عليا 6 درجات بحالهم للمستويات العليا. انا بنبه يا جماعة ان اللي انا بقوله الدرجات دي كلها من 75، يعني الدرجات دي من 75. يعني ايه من 75؟ يعني انت مطلوب منك تحل 60 درجة بس، يعني الدرجات دي يعني اوفر، فاهم انت؟ يعني انت مش هتحل الدرجات دي كلها، انت لا هتحل اقل من كده، ما تقلقش، يعني مش عايزك تقلق. التوتال ديجري بتاعت الشابتر 5 اللي هو اورجانيك 29 درجة، البرسنتج بتاعته 39%. يصبح اجمالي كل حاجة كده. لو جينا للاجمالي، انت عندك في الامتحان 10 درجات للتذكر، 25 درجة للفهم، 25 درجة للتطبيق، 15 درجة مستويات عليا، ليصبح عدد درجات الامتحان 75 درجة، 15 درجة اختياري، 60 درجة اجباري. يصبح البرسنتج بتاعته 100%. انا عملت الفيديو ده مخصوص عشان انبهكوا لحاجة معينة، وهي ان شابتر 5 الاورجانيك كيمستري ده هو اساس الكيمياء، ولازم تهتموا بيه جدا. وانا عملت الفيديو هو عشان تشوفوا الاورجانيك كيمستري قد ايه واخده كميه درجات عاليه. ربنا معاكم يا رب، شد حيلكم، وباذن الله هتنتهي السنه دي بفرحه جميله ليكم كلكم، والنتيجه تظهر وتبقوا فرحانين وتخشوا الكليه اللي نفسكم فيها.